السلام عليكم يا احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ سمحوا لي على هاد الغيبه الطويله، ولكن ان شاء الله مبقيتش غادي نغبر عليكم. المهم هنا في الاول شاركت معكم اللقطات اللي غادي نوريكم في هاد الفيديو. وقبل ما نبدا، اول حاجه غادي ندير لكم جوله في الصالون كيف ما طلبتوا مني فاش اخر مره كدرت لايف وقلت لي عافاك ديري جوله في الصالون. المهم هنا راه بدلنا طلامات، ما بقاوش دوك اللي كانوا. درنا الجديد يا اختي، والمهم هادو هما الطليمطات اللي دابا خارجين طوندونس وتبارك الله زوينين، يعني موديل جديد، داكشي في صاله جديده، داكشي غزال تبارك الله. وكنبغي من هذا المنبر كنبغي نشكر السيد اللي صايب لينا طلامط خدينا من عنده طلامط وصايبهم لينا، اللي تبارك الله ما شاء الله عليه، خدمه متقونه وغزاله وثمن مناسب. حضرنا في السوق وشفنا الاثمنه، ولكن هو تبارك الله السيد كيخاف الله. الاثمنه عنده غزاله، وشاركت معكم حتى دوك البلاطوات اللي كنصايب. صراحه هاد الايامات مع كتمرونه وداكشي شحال من الناس كتعيط ليا، ولكن دابا ان شاء الله دابا الوقت كاين. اللي بغاتك شي حاجه تواصل معايا في الخاص، اولا دخل عندي الانستغرام كاتي دوجا شانيل وتقول لي شنو بغات. هكا نقدر هاد الايامات نقدر نشد هكا شي كوموند، ولكن شي حاجه اللي قليله. مهم اللي بغات شي حاجه تواصل معايا، وعندي الانستغرام تشوف شكيلات اللي بغات. وبالنسبه لهنا هاد البوفه كنا صايبناها، وقال لي من طلامط الا بغيتي حتى هي نغلفها لك باش يجي الصالون هكا اسورتي، ويبقى حتى هذيك البوفه تبقى هكا كنقيه، وتبقى غير تحيدي داك الغشا تصبنيه وترجعي. صراحه فكره زوينه وجات ما شاء الله غزاله، ودرنا عليها هكاك مخيده. جا صالون تبارك الله عليه ما شاء الله عليه، خدمه غزاله وداكشي زوين. المهم اللي الناس اللي تبغيها النمره ديالو تواصل معاه، ولا شي حاجه غنخليها لكم في صندوق الوصف. بالنسبه للناس اللي تقول كندير الاشهار ولا شي حاجه، والله القسم ما كاين لا اشهار لهذا. خدمنا عند السيد خدم خدمه زوينه وكيسهل انني نشكره. وهكا درت فيديو، نتوما اصلا كنتو شاركتوا قلتوا لي نشارك معكم جوله في الصالون، وداكشي اللي كندير على حساب داكشي اللي كيطلبوا مني كنحاول نديرو. واليوم درت لكم هاد اللقطات وهادشي. الا كانت هكا عندكم شي مناسبه ولا شي حاجه نعطيكم هكا بعض الافكار. وبالنسبه حتى الستادر ديال الخشب راه زدت فيهم هكا واحد اللمسه، داكشي اللي كنخدم غير لصقتهم صراحه غير بكرافوز، وعطاو واحد المنظر اللي غزال. وهنا من بعد ما ساليت جوله في الصالون غادي نشارك معكم. اول حاجه غادي نشارك معكم الديسير بعد ما بغيت نصيبو. واول حاجه خديت هنا غسلت الديسير كامل ومسحته. وهنا اول حاجه بدينا بالكيوي، قطعناه على هذا الشكل انا واختي. هنا الديسير تا هو غسلناه مسحناه، وبدينا هكا كنصايبو في الطبسيل قادينا. وغادي نشارك معكم حتى الاناناس كيفاش صيبته. المهم نعطيكم غير هكا بعض الافكار تعرفوا يعني كيفاش تحطوا داكشي. المهم ما كاينش شي حد اللي ما معلمش، غير انا بغيت نشارك معكم، وانا عارفه كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات واخا شي حاجات ما صورتهمش، ولكن اللي قدرت عليها حاولت نصورها لكم نعطيكم بعض الافكار وداكشي. هنا اناناس درتو على هاد الشكل، وغادي ان شاء الله المهم وحده قسمتها على 4 وقررتها ودرت فيها لي كوردون على هذا الشكل هذا، وغادي نحطهم فوق الطبسيل باش يعطيو واحد اللمسه زوينه صراحه. حاجه داكشي زوين غزال. صافي. ومن بعد غادي نحط الديسير على جنب، وغادي ندوز نشارك معكم شنو درنا في الغداء. اللي صراحه كان داكشي ما شاء الله ما شاء الله على الطيابه ديالنا طاطا رشيده، الله يعطيها الصحه، دارت لينا داكشي غزال. غادي نشارك معكم. المهم هنا التبصيل بعد ما صيبناه وقاديناه كيجي على هذا الشكل هذا. وحطينا على جنب. هنا غادي نشارك معكم، عاد ندوز للشيء الاخر. هنا بغيت نشكر طاطا رشيده اللي الصراحه حمرات لينا الوجه، دات داكشي غزال. هذا راه دجاج مشوي واللحم محمر درنا. الصراحه دجاج مشوي كيجي زوين في الفران. الحطه غزاله، فيها زعلوك، فيها الدغميره، فيها الزيتون، فيها الخضره، فيها السيجار، داكشي زوين، البروكولي، الخيزو، داكشي البارب، داكشي غزال غزال ما شاء الله عليها وتبارك الله عليها. يعني اللي بغات ماشي بالضروره تكون عندك شي مناسبه كبيره، يعني يكون عندك غير العائله شي ناس عزاز وتبغي تكبري بهم وتحطي لهم هاد الحطه، يعني ماشي بالضروره واخا كتكوني جامعه العائله وحباب اللي عزاز عليك وديري هكا بلاطو. حق الله العظيم الا شي حاجه اللي غزاله وتحمرت الوجه كتجيب هكا السيني هكا مقاده البلاطو ديال سميتو مغطي كلشي، يعني كتجي غير ديرو تحطي الناس. بالنسبه للحم كتجيبي هكا كتسخنيه
وصافي وكتحطيه راكم عارفين دابا مع البرد كتجيبيه هكا مع الاناناس مع المشماش البرقوق واللوز، وحنا كزدنا بعد اللمسه ديال الكركاع باش هكا كتجي واحد الحطه اللي غزاله. والصراحه جا كلشي ما شاء الله، كلشي ميسر، كلشي زوين، كلشي تبارك الله جا زوين وغزال. وتاتا رشيدة نبغي نقول لك اي حاجه نقولها والله زعما انسانه طيبه وحق الله، زعما التعامل ديالها لا كل شيء صراحه كتستاهل. ولات زعما هي الطيبه يعني العائله وكل شيء عجبهم الحال. قالك يعني تكون عندنا شي مناسبه هي الاولى نمشيو عندها، حيت صراحه داكشي عندها تبارك الله يعني تحمرت الوجه داكشي غزال. هنا بعد ما حطيناها ديال لقطه صراحه راه ما لقيتش كيفاش باش نصور لكم. عارفين ملي كتكون هكا يعني ما كتكوني هكا في الروينه وداكشي يعني ما عندكش الوقت حتى فين تصوري. ولكن قبل اي حاجه غنوريكم اللي شاركت معكم يعني كيفاش صيبنا داكشي غادي كل حاجه نقول لكم. هنا بعد ما حطينا تبارك الله جا داكشي غزال وزوين وتحميرت الوجه والحمد لله داكشي كيف بغيناه كان. وسمحوا لي واخا هكا ما صورتش معكم الطبله بعد ما حطيت. وبالنسبه للناس اللي بغيو يتواصلوا مع تاتا رشيده والله القسم نقولها لكم ونعاود نقول لك والله ما اشهار ولا زعما تقولوا مخلصه ولا شي حاجه، انسانه تعاملت معايا زوين وداكشي. بغيت زعما الناس اللي متبعيني وكيعرفوني بغيتكم هكا يعني تكونوا عارفين، تكونوا نتوما تبغيو شي حاجه تلقاو يعني هادشي شاركتو معكم. غير نعطيكم بعض الافكار وفين تمشيو يعني ما تعرفوا شي حاجه اللي زوينه راه شكرتها لكم وريتها لكم. هنا بعد ما ساليت هنا غادي نوريكم التحضيرات اللي كاتشي كلشي الصباح وجدناه انا واختي. هنا حطينا سميتو الاكاجو، البيستاج، الكاوكاو بالفرomage، اللوز حطيناهم هكا في البونبونيير. صافي كنوجدو كنحطو باش كلشي يكون واجد تقاد هكا. يعني الصراحه داز داكشي الحمد لله كلشي داز ميسر كلشي داز زوين. هنا وجدنا الفاكهه حتى هي درنا على هذا الشكل هذا. الوسط درت داك الحمص التركي والفاكهه او الفاكهه الذره والتمر واللوز والكركاع درتهم هكا في الجنب، والشريح حاولت نقسمها بيناتهم. صافي هادشي بعد ما وجدته تا هو حطيته البيت خليته هكا وجدنا فيه كلشي وحطيناه غطيناه باش ان شاء الله مني كيكون هكا الضياف العائله كتكون هكا مجموعه كلشي كيكون مقاد. وهنا غنشارك معكم البنات اي حاجه شاركتها معكم يعني ما خبيت عليكم حتى شي حاجه. اللي لقيت الوقت كيفاش نصور صورت لكم. هنا هذا بلاطو تاع اللوز خدينا من عند سيمو كيك سيمو، مخبزه واعره باتيسري خطير عندهم داكشي ما شاء الله عند ديكورات زوين. المهم هادشي اللي حنا عزلنا داكشي زوين. هذا الصابلي صراحه زوين. هذا داكشي ما شاء الله تحمرت الوجه. انا هنا حيدتهم من هذا وحطيتهم في هاد البلاطوات ودرت صف صابلي وصف لوز وجا داكشي تبارك الله ما شاء الله. جا داكشي منيضر زوين صراحه زعما خاص غير الفلوس يعني كل شيء تجيبيه واجد مقاد ويحمر لك وجهك وداكشي ما شاء الله غزال تبارك الله. اللوز واعر واعر يعني اثمنه مناسبه وداكشي كيستاهل. وبالنسبه لهاد المالح حنت كان يعني صيبناه قبل ودرناه فريغو. هنا بالنسبه للبسيطلات وليكيش والبريوات والسيجار ديجا راه مشاركه معكم فيديوهات ديال البريوات والسيجار. لقيت هنا اختي كانت ديجا مصايباهم وديجا انا مش مدايره معكم غير كيفاش بغيت نزينهم. جبتهم فريغو غنطيبهم داكشي شديت لكم بعض اللقطات. وبالنسبه ميني تاكوس هما صايبتهم شاركتو معكم غندير لكم فيديو خاص. وبالنسبه لهاد الحلوه ديال الشوكولات ديال حلوه ديال السيليكون اللي هذه تاي درتها لكم فيديو ان شاء الله غنشاركها معكم. واخا ديجا مشاركه معكم شكل اخر ولكن هذه هماويه غزاله جات بنينه. وحاولت كل حاجه درت ليها الشكل والمذاق الشكل هذا. ان شاء الله انتظروا الفيديو تا هو غنقادو نمونطيه وغادي نلوح لكم. مهم ما نغبرش عليكم ان شاء الله. اي حاجه هنا شديت لكم غير لقطات التحضيرات اللي صيبنا اللي وجدنا انا واختي. وبالنسبه لهاد لي طارت هذا تما ديال تشيز كيك درتهم غادي نشاركهم معكم حتى هما في فيديو. يا اما غنديرهم لكم كل فيديو ولا ندير لكم كل واحد في فيديو. حتى هما تشيز كيك ديجا كتمشاركه معكم ولكن هادو درت شكل اخر. راكم عارفين الحاجات الزربه خاصكي مهمه اللي كان غيعجبكم الفيديوهات. وهنا بالنسبه للعصير هنا صايبتهم وقديتهم حطيتهم لكم هنا في سالامونجي. شاركت معكم هكا بعض لقطات الصراحه اللي قدرت نصورها. هنا درت
غير الليمون هذا بالبي كبيتو، وواحد عصير ديال الفريز والليمون وديال لافوكا، وصراحه جا داكشي غزال. وما نطولش عليكم باش يجيكم هكا الفيديو تكملوه ان شاء الله. هذه هي نهايه الفيديو. انا شديت لكم بعض لقطات قبل المعلق كنت كنغسل وكنحطهم، وبقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم، وانتظروا الفيديوهات اللي غادي تاهما يعجبوكم، وان شاء الله مبقيتش نغبر عليكم. يلا بسلام عليكم.